اليوم قررنا نسوي تغيير بالشقة، حسبنا بالسنتيمترات الشغلات اللي نحتاجها. بعض الأحيان الناس يكون عندهم مثل هاي العربانة أو التريلر يسموه، وهاي إحنا وصلنا لهذا السوبر ماركت وهسه جاي ندور على القسم الخاص مال القواطع الخشبية. شوفوا هاي الكوسرة يا عفو الله ايش كبر هاي. 6 и немножко. Нам надо 7. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا فيديو جديد. اليوم الفيديو مالتنا راح يختلف، راح اخذكم بيوم من حياتي، وبنفس الوقت اليوم قررنا نسوي تغيير بالشقة. احنا عندنا غرفتين، صالة وغرفة ثانية مال نوم بالشقة مالتنا، بس قررنا نعزل الصالة ونسويها غرفتين حتى يكون الي مساحتي الخاصة، حتى يعني توسع الشقة، لانه الصالة كلش كبيرة هسه اشوفكم واسعة، فحتى يعني ما تصير مضايقات وهذا كل من ياخذ راحته. فراح اشوفكم اليوم شو نسوي. راح نشتري قواطع خشبيه، راح نشتري كل الاشياء والتجهيزات اللي نحتاجها. يعني هو الشغل بسيط بس ان شاء الله راح يكون ممتاز ويعجبكم. فخلي اشرح لكم شنو راح نسوي. مثل ما شايفين هذه الصاله وهذا المطبخ عندنا بهذه الجهه، والصاله كلش كبيره ما شاء الله، يعني كلش واسعه. فاحنا قررنا نجيب حائط خشبي من هاي الجهه ونمدها لنهايه الغرفه، يعني يصير عندنا غرفتين، وهنا نسوي بوابه صغيره حتى يعني تطلع على الغرفة الثانية. الغرفة الثانية راح تصير عندنا هي هذه اللي بيها الحاسبة، ومن هناك يجي القاطع. Вот смотри, это примерно мы нарисовали, плюс-минус, что нам надо и какое оно будет. هذا هو المخطط اللي راح نسويه، حسبنا بالسنتيمترات الشغلات اللي نحتاجها، القواطع الخشبية، المساحة، وهاي هنا راح تجي يعني راح يظل الخشب من فوق حتى تكون هنا بوابة. يعني حسب اللي نقدر عليه، ان شاء الله ما راح يطلع الشغل تعبان، ان شاء الله نقدر نسوي حاجز خشبي ممتاز ونعزل الغرفة الى غرفتين. بس لا تنسون تخلون لايك، تشتركون بالقناة وتشتركون بالانستغرام، ويلا ننطلق. اكثر شغلة يعني بنفكر بيها هسه شلون راح نجيب لنا القواطع الخشبية، لان تعرفون سيارتنا صغيرة. بس الحلو الستور المتجر هذا اللي راح نروح له يأجرون سيارات على الساعة او على اليوم، يعني مبالغ محددة. تأجير الساعة حوالي 20 يورو، وتدفع مبلغ مال تأمين. فمبلغ التأمين هو تقريبا حوالي شقد 150 يورو أو 100 يورو، بس يرجعوا لك إياه بعد ما ترجع السيارة. بعض الأحيان الناس يكون عندهم مثل هاي العربانة أو التريلر يسموه، يربطوه بالسيارة ويخلون بيه الغراض، بس للأسف أنا ما عندي وما عندي رخصة إلا، لأنه هذه العربانة أو التريلر يحتاج لها رخصة خاصة. Это если бы Рено не продали, не надо было бы брать в аренду. صحيح. هاي شوف هاي السيارة مالتنا ما تقعد بيها 100%. لو كانت عندها رينو القديمة ما كان أجرنا سيارة. فخلونا نصعد بالسيارة ونروح للمتجر ونشوفكم هناك. وهاي احنا وصلنا لهذا السوبر ماركت اللي هو اسمه توم. مثل ما تشوفون هاي الأعلام مالته، متجر كلش مشهور. فهسه نجي نطبق السيارة ونشتري الشغلات اللي نحتاجها من عنده. بس بالبداية لازم اشوف مكان اخلي بيه السيارة. وهسه طبقنا السيارة، وهذه هي السيارة حبايب اللي قلت لكم عليها من هذه الشركة، من هذا المتجر. يعني هسه ندخل نشوف اذا تغيرت الاسعار. كلش كبيرة وواسعة، ممكن تخلي بيها اي شيء، تنقل اثاث. هنا الالمان دائما يعني يجون هالمتجر يأجرون هاي السيارة. حتى مثل ما تشوفون عندكم بعد هاي العرباين، عرباين خاصة تنقل بيها يعني شغلات كبيرة، يعني مثلا تخلي عليها اسمنت، تخلي عليها اخشاب، عربانة مال انشائية او شو يسموها انتم، عربة. هنا عندهم مي مال السيارات. هذا المحل كل شيء عنده، يعني من الطابوقة لحد ما تأسس بيت كامل. وهسه جاي ندور على القسم الخاص مال القواطع الخشبية. هنا كل شيء اكو مثل ما شايفين. هنا هاي المولدات، لا هاي مولدات، هذه اجهزة مال توقع مال مي، مال غسل، كافة انواع المضخات والاجهزة الخاصة لغسل السيارات، الغسل الزوالي، السجاد، كلهن هنا. شوفوا هاي الكوسرة يا عفو الله ايش كبر هاي. بعد هذني اكبر. شوف بيش هذه 219 يورو. اجهزة جبارة هنا، كل شي تريد اكو. شوف هذا الكتر ايش كبره. وهذا هو قسم القواطع الخشبية. احنا ناويين ناخذ هيك شغلات مثل هذن القواطع، لانه يعني حجمها مو كلش سميك، وبنفس الوقت مو كلش رفيع، ما راح تتهزز وما راح تتحرك ويانا بالتركيب، يعني حتكون ثابتة. وهذا هو سعرها 13 يورو تقريبا على القطعة واحدة، 8.49 يورو على المتر المربع.
الحلو بيهن انه هاي بيهن هنا ايضا فتحات من تركبهن واحدة جنب الثانية راح يقعدن كطبقة واحدة. 6 и немножко. Нам надо 7 и одну, чтобы нам разрезали вот так. Как стенку-то это. Да, но нам надо еще сверху резать. Да, на дверь. Так, чтобы сверху 50 сантиметров отрезали. هم عندهم مكان خاصة يقطعون حسب الحجم اللي انت تريده، فاحنا نريد حسب القياسات هذه هم يسوون الجهة هذه راح تكون بيها الباب. Тут написано, что тут 63 сантиметра. Как думаешь, тут реально 63 сантиметра? сейчас попробуем. Ты что, взял рулетку? نيت اكو فد شي هنا العالم اتطور، احنا ب 2023 اسمه رولر مو صح؟ خليها منا من الصفر 13 يعني خلينا نقول حجم التليفون 15 30 45 65 مضبوط صحيح. وهذا هو القسم الخاص مال التقطيع مثل ما شايفين، هاي المعدات كاملة يقطعوا لك حسب الحجم اللي انت تريده. هنا هاي الاخشاب اللي مثلا شلون نقول زاد عن الحاجة يعرضوها باسعار رخيصة، يعني مثلا قطعوا فد جزء وبقى جزء ما محتاجين الناس يجون يخلون عليه اسعار يعني مناسبة، مثل هذا ب5 يورو، هذه عندكم ب5 يورو، بيش اسعار يعني مناسبة. هنا هذني الأخشاب الباقية، هذني الحجم الكبير، يعني إذا تريد تسوي دولاب أو إذا تريد يعني بالبناء تسويها يعني شغلات هواي. يحتاج لنا بعد هيك شي خشبة مثل هذه، راح تجي على السقف. ما أعرف شلون أفهمكم، بس اليوم راح تشوفون عملية كاملة. هسه نروح نشوف أكو أرخص بالقسم الثاني. Я даже не знаю, надо какие-то, чтобы прочные были. То мы берем этот набор, мне кажется, самый лучший. Как раз у нас сколько есть? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. Как раз, да. Почем они? По 3.68. هذا سعر الجملة، هذا سعر المفرد. اوكي. خلينا نقسم ايش قد يطلعن. 22.70. 22 و68 سعر هذني حلو. У тебя есть чем резать эти штуки? Да, есть дома, есть. Такая штучка, как лобзик. Да, берем это. А может ты возьмешь? Стой, стой. Сейчас пойдем возьмем, стой. هسه هنا راح يخليها، راح يخلي القياسات اللي هو يحتاجهن على الليزر ويبدي يقطع. جبار. جبنا العربانة نخليهن بالعربانة، وبعد راح ناخذ 5 قطع كاملات اللي راح نحتاجهن ونوديهن للسيارة. За права равноправия. А, феминистка. Стань посередине хотя бы. А, ёп. نخلي هذه الجهة من فوق، الجهة اللي بيها حد حتى ما تنكسر. ناخذ بعد هذا خليه بالقاع، لأنه بالأرض ممنوع يعني نحفر أو نخلي براغي، بس هذا كلش قوي. هذا راح يمسك الخشبة الأرضية اللي راح تقعد بيها القواطع بصورة كلش قوية، ممتاز. يعني 150 غرام ممكن يمسك خشب أو أي شيء ثاني. وهذا هو قسم البراغي، على الكيلو ينباعن. وهذني حبايب البراغي اللي أخذناهن. أخذنا هذا اللي راح يدخل بالخشب وبعدين بالسقف. هسه نجي بعد ناخذ هذني الزوايا حتى نسوي باب، وهذني الزوايا اللي اختارناهن بهذا الشكل يصير عندنا بوابة ممتاز. هاي كل الشغلات وهسه طالعين بالعربانة راح نروح نحاسب. وهذني الأغراض صار جاهزة، وهسه نطلع ونشوفكم ايش قد الحساب صار. جتي فكرة بالي اخليها بالسيارة، ما اعتقد تنجح الفكرة بس راح اشوف. اوكي خلينا نشوف السعر ايش قد صار. 177 يورو على ذني كل الاشياء. Говорю, дай бог не пустой. дай بوك. يابا يقولون مستحيل تصعد، بس انا اريد اجرب. افتح الصندوق. شو هذني؟ اريد اخلي وحده، اذا واحده دخلت وظل من عندها فد جزء صغير اجي له 10 مرات اخليهم. Не поцарапайте машину. Нет, Хайдар, они вылетят реально. Это ж одна на вторую будет ставиться 7 штук. Как ты себе представляешь? Они рассыпятся. Women.
просто пробую. طلعنا هذني الكوشينات مال راس، لان السياره اجره حتصير عليهم تقريبا ب $30. Эти тоже снят, да. А как? Кнопку зажимай. Да я. А, все. Хайдар, люди вокруг в ахуе. Я не буду снимать чужие лица, но люди в ахуе. Ты снимаешь и все. Хороший. Мы говорили, что в Рено все влезет. И тут с Хайдаром все влезет. Потому что ты бешеный, ты не жалеешь своей машины. Что тут? Это все доски как половина тебя. То есть я жирная или как это расценивать? Или я доска? شوفوا كوستي ايضا ذكي. طبعا هاي الفكره مالتي قلت لهم خليها بالسياره. شلنا المخادير مال الراس، شلنا ذني الورا، وكنت متاكد انه راح تدخل لانه حجمها مترين والسياره اكثر من مترين، وخلينا بعد هذني مثل ما شايفين يعني الخشب ما يدق بالجام. راح يدرب الافكار كلهم قاموا يقولوا لي لا ما يصير وما يصير، بس انا شباب طبيعتي انه ما استسلم، يعني اقول لهم خلينا نجرب، اذا ما صارت ساعتها ناجر سياره، ولا هم رادوا ياجرون من اول ثانيه وبدون اي مشاكل، حتى ما راح نضطر نجي مره ثانيه، مره واحده وراح ناخذها بمره واحده. الورا راح يطلع عندنا عن المساحه، فراح نخلي هذا الكوشن حتى نأمن الجامع انه ما تنكسر ان شاء الله. وكوستي قاعده دبرها يا شاز دام تشوت вперед. سبوغم يا شباب صعدت بالسياره، شوف شلون قاعده الا مال الجريديه، وكوستي شلون محصور. جينا هم نعبي بنزين من هذه المحطه مال وقود. طبعا محشورين حشره مو طبيعيه والجو كلش حار. يلا كوستي. لازم اخلي السيارة باقرب مكان على المصعد. هسه نبدأ نطلع الاغراض صعدها بالمصعد. Ты то можешь ставить. بس هذه راح تدخل بالمصعد لانه هاي قصيناها، الباقيات لازم نصعدها من الدرج. А может влезет, если боком? Нет, я не вижу. Ставить эту стенку и брать эту 2-3 штуки. يلا. Пока мы довезем, сломаются все. Ті точно не влізти, якщо ця не хотіла влізти. طبعا لسه فينا وين؟ فينا رجعت مشي. ثلاثة. كفو. وهذين الغراض صارن بالبيت حبايب. يلا حبايب هسه وصلنا للبيت، وهذني كل الانجازات هنا عندنا، اللوحات الخشبية وكل الأجهزة وكل الأدوات اللي اشتريناها من المحل. كوميدي هذا كان مضايقنا خلينا هنا. هسه صارت عندنا المساحة هذه واسعة، وهسه راح نبدي نخطط ونشتغل. نخليها بمسافة الحائط حتى يعني نبين انه هو حائط كامل متكامل ويا هذيش الجهة. هسه احنا جاي نسوي، جاي نحف الحافة، يعني نقص جزء صغير حتى يكون لها مسافة حتى تقعد ويا الحائط لزق. بهذا الشكل. وراح نجي نثبتها بهذني. Слушай, канал скоро поменяется на строительство, нахуй. Кухонный и строительный. Правда? Меня зовут Карим. Хочу я стать строителем. احنا خلينا مسافة هنا قليلة حتى هنا يقعد
بموازاة الحائط. هسه كليته قطعة واحدة. Можно только это, уже достаточно, тебе уже там своя территория. Да, тут можно ставить. Тут можешь? Да. Что, реально что сегодня все сделаем? Ой, сомневаюсь, но надеюсь. Ты вспомнила мои правила? В мужчину думали не влезть, поэтому никогда не сдавайся. Да, плюс-минус интересно. Правда? Что ты тут делаешь? Птичку нам делают. Делать колу или это просто минеральную? Колу давай. كلش صعب هذا الحائط الفوق يمكن كونكريت. А еще надо, знаешь, сколько? اوكي حبايب، هسه احنا ركبنا مثل ما شايفين هاي القطعه. السقف يحتاج له بعد لانه هذا كونكريت، فان شاء الله يوم الاثنين لان اليوم سبت، والسبت مسموح لنا لحد ساعه بالسبعه نطلع اصوات. مؤقتا راح نخلي هسه هاي الارضيه، هذا كلش قوي ومكتوب عليه بعد 48 ساعه ينشف يبس، يعني يصير خلاص يعني يزن مثل الحديد. فيعني هي مره واحده يوم الاثنين بين ما يكون ناشف بنركب باقي هذني اللوحات الخشبيه بهذا الشكل. حبايب هذا الموضوع مطول، راح نقعد نفطر نتريق وبعدين نكمل. ريوق لذيذ. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money make sure you don't spend it too soon. That I'll do what I want. وهسه احنا اجينا نختار صبغ للحائط. مثل ما تعرفون انا حبيت اصبغ الصراحه، وحبيت اللون يكون لون رصاصي يعني مثل هذا اللون، واينا تقول لا تسوي عليه ديكور ديزاين باللون الذهبي، بس لحد الان ما مقررين اي نوع نختار. هذه الانواع هي مال الحائط بس ممكن تستخدمها ايضا للخشب. Тебе не нравится? давай سيري. Мне кажется, серый будет мрачно. فهسه خلي بين ما نقرر ونشوف شو نختار. هذا هو حبايب، قررنا ناخذ هذا الصبغ هذا اللون، يطلع عندنا تقريبا مثل هذا اللون، وبعد نجي ناخذ رولة مال صبغ من هذه سعرها 8 يورو، وبعد نختار صبغ لون اصفر حتى نسوي بيه ديزاين على الحائط، وبعد ناخذ ذني السلايدات البيضة حتى نسد بيهن زوايا السقف. وهذني القراءة صارت عندنا جاهزة، نروح نحاسب ونبدي رحلة الصبغ. وهسه بديت اعزل المناطق اللي ما راح يوصلها صبغ بالشريط اللاصق وبعض الجرايد. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. واخير شي مثل ما تشوفون هاي النتيجة النهائية، خليت الجرايد ولزقت كل الاماكن اللي ما راح اصبغهن. فنقول بسم الله ونبلش الصبغ.
وهسه جت اللحظة الحاسمة، مستعدين تشوفون النتيجة؟ تيجاتوها. В смысле я готова, я это делала. يلا خليني اشوفكم. وهذه حبايب النتيجة الأخيرة مثل ما شايفين. هذا الحائط هنا صار يعني هو مو حائط بس نقول حاجز خشبي بمثابة الحائط، شكله كلش حلو أتوقع. اكتبونا بالتعليقات شنو رأيكم. سوينا بعد هذه الباب هنا تنسد وراح نجيب لها قفل اللي هو هذا وراح نشكله من هذه الجهة. وثبتنا بعد مثل ما شايفين هذا البلينتوس السلايد الأبيض فحتى تعطي منظر كلش حلو. راح نجيب هنا بعد مثل السلايدات الذهبية حتى تسد هذني الخطوط. على العموم أتوقع يعني فد نتيجة جدا ممتازة. السعر تقريبا كلفنا بحوالي 250 يورو. ونطب نشوف الغرفة الثانية. بابام. هذا الحائط من هذه الجهة كتبنا حيدر ايزو باسم القناة يعني صبغ ورسمناها، فان شاء الله نتيجة حلوة مثل ما شايفين من هاي الجهة. ومن هاي الجهة عندنا هذا السرير وهذني اللوحات اللي علقناهن. طبعا هنا شوي اكو خربطة بس بعدين راح نوخرها، بس يعني مثل ما شايفين انتو نتيجة كلش حلوة. والحاسبة صارت بهذه الجهة يعني خلاص صارت غرفة ان شاء الله كاملة مستقرة، واحد يسوي فيديوهات يمنتج على راحته. ونقول حبايب لا تنسونا من اللايك واشتراك بالقناة اذا مشتركين، وايضا اشتركوا بالانستغرام مالتي بالوصف، انشر هناك ستوريات يومية. وكتبونا رايكم بالتعليقات عن هذا الشغل. ان شاء الله الفيديو عجبكم واعتذر من عندكم تاخرنا شوية عليكم بفيديوهات بسبب التزامات، وصار عندنا هاي السالفة مال الحائط صار عندنا شوية عراقيل، بس الحمد لله خلصنا على خير. وان شاء الله جايكم فيديوهات بالمستقبل حلوة ومميزة. لا تنسونا من دعمكم. نشوفكم بالفيديو الجاي حبايب، مع السلامة.